اعتبر استبعاد الناخب الوطني يوسف شيبة للاعب آدم أزنو من القائمة النهائية للمشاركة في معسكر قطر قبل السفر إلى إندونيسيا للمشاركة في كأس العالم لأقل من 17 سنة، جدلا واسعا خصوصا في ظل الإمكانية الكبيرة التي تمتع بها اللاعب الذي اختار تمثيل المغرب رغم إغراءات إسبانيا. وفي انتظار تبرير شيبة لاختياراته باستبعاده أزنو، خرج هذا اللاعب عن صمته ونشر تدوينة عبر حساباته في انستغرام وتويتر عبر فيها عن حزنه لعدم وجوده ضمن القائمة المشاركة في المونديال، نافيا أن يكون لذلك أي علاقة بسلوك مشين كما يتم الترويج لها. وكتب آدم: لن أنافس في كأس العالم لأقل من 17 سنة مع المنتخب المغربي، المدرب لديه خطط أخرى وهذا لا يعتمد علي. وأضاف اللاعب في التدوينة نفسها: أنكر كل الادعاءات المتعلقة بقضايا رياضية أو سلوك سيء، لقد أردت حقا أن ألعب كأس العالم وكنت متحمسا لذلك، لكن لن تتاح لي الفرصة. وأضاف: أشعر بخيبة أمل بعد قرار استبعادي لكنني أحترمه وأتمنى لرفاقي حظا سعيدا. المغرب دائما.